السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا خبر النهارده. 3 ابراج ستعيش فتره من الحظ السعيد والفرح في الفتره المقبله. ميشيل حايك يكشف عنهم، بس مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وعيلتي صغيره تكبر بيكم يا احلى متابعين ومشاهدين القناه. يلا بينا نشوف الثلاث ابراج، بس مش تنسوا اللايك. 3 أبراج اللي سوف تعيش فترة من الحظ السعيد والفرح في الفترة المقبلة. أولهم برج الحوت، انفراجات طال انتظارها. وفقا لما ذكره ميشيل حايك، سيكون برج الحوت على موعد مع فترة من التغيرات الإيجابية التي طال انتظارها. الحوت سيشهد انفراجات في مجال متعددة من حياته، سواء كانت المهنية أو الشخصية. ستكون هناك فرص جديدة تفتح أمامه، وقد يجد نفسه يتقدم في مشاريعه أو يحصل على ترقية طالما سعى إليها. ينصح الفلكي مواليد برج الحوت بأن يكونوا مستعدين لاستغلال هذه الفرص وأن يبقوا متفائلين. الحظ سيكون إلى جانبهم، ولكن يجب عليهم التحلي بالصبر والانفتاح على التغيير. البرج الثاني برج الجدي، استقرار مالي وعاطفي. مواليد برج الجدي سيكونون على موعد مع فترة من الاستقرار والراحة. ميشيل حايك يشير إلى أن الجدي سيشهد تطورات ملحوظة على الصعيد المالي والعاطفي. قد تأتي مكاسب مالية غير متوقعة، أو قد يجد الجدي فرصة للاستثمار في مشروع مربح. على الصعيد العاطفي سيكون هذا الوقت مثاليا لتعزيز العلاقات، سواء كانت عائلية أو رومانسية. ينصح مواليد برج الجدي بالاستفادة القصوى من هذه الفترة والتركيز على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. البرج الثالث برج الدلو، بداية جديدة وسعيدة. بالنسبة لمواليد برج الدلو، فإن ميشيل حايك يتوقع لهم فترة مليئة بالسعادة والتجديد. الدلو سيشعر بطاقة جديدة دفعة للبدء في مشاريع جديدة أو الدخول في علاقات مميزة. سيكون هناك دعم قوي من الكواكب، مما يعزز ثقة الدلو بنفسه ويدفعه نحو تحقيق أهدافه. الدلو يجب أن يستغل هذه الفترة لتنفيذ خططه وأفكاره. ستكون الأبواب مفتوحة أمامه لتحقيق نجاحات كبيرة، بشرط أن يظل مرنا ويستغل الفرص بحكمة. إذا كنت من مواليد الحوت، الجدي أو الدلو، فهذه الفترة تحمل لك الكثير من الإيجابيات. توقعات ميشيل حايك تشير إلى أن الحظ سيكون بجانبك، وأن الفرح سيترك بابك قريبا. لا تتردد في اغتنام هذه الفرص والبقاء متفائلا. في النهاية تعتبر توقعات ميشيل حايك مصدرا للتفاؤل لكثير من الأشخاص، حيث تساعدهم على التخطيط والتفكير بإيجابية. إذا كنت من الأبراج المذكورة، فاستعد للفترة من الحظ السعيد والتغيرات المفرحة في حياتك. وبكده يكون ده الفيديو بتاعي والخبر بتاعي النهاردة. مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وعيلتي صغيرة تكبر بيكم يا أحلى متابعين ومشاهدين القناة. ولغاية ما أرجع لكم بفيديو آخر، أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب ل3 أبراج ستعيش فترة من الحظ السعيد والفرح في الفترة المقبلة.